دفاع الزمالك بيفوز على الزمالك 2-0 اللي بيحط اول رجل خارج البطوله، وكعاده الزمالك بيحول اي مجموعه بيلعب فيها الى لوغاريتمات، وبيسيب جمهوره ايام وليالي ماسكين ورقه وقلم وبيحسبوا مين هيكسب مين بره وجوه عشان فرقته تحقق المستحيل اللي عملته بايديها وتتاهل. ايناسيو بيبدا الان 4-3-2-1، الشناوي، علي جبر الونش، على يمينهم حسني وشمالهم ناصف، 3 ديفندرات، طارق في القلب مع توفيق ومعروف، شيكابالا ستانلي تحت مهاجم شفاف باسم مش متابع مرسي. في مباريات خارج الارض وخصوصا في شمال افريقيا لما بتلعب مدافع وعلى الهجمه المرتده لما توصل للجول لازم تسجل، ولما توصل بدل المره 2 وتضيع فرص بالسهوله دي استحمل بقى. الزمالك بدأ بضغط عالي بطول الملعب في محاولة لقطع الكورة، ومع الفشل في قطعها بتتحول لزون ديفنس بالفريق كله تحت الكورة في نص ملعبنا. استمر دفاع الزمالك لفترة منظم، ولكن كعادة زملكاوية أصيلة بمرور الوقت بدأ السرحان وعدم التركيز، وفي ظل نزول الزمالك بدون راس حربة فطبيعي ان الماتش اللي بدأت مسيطر عليه يقلب وما تعرفش تلم نفسك. بتلاعب فريق كل راس ماله الكرات الثابته والعرضيه، فالزمالك يعمل ايه؟ معروفه طبعا، بيبدا باكين الجنب يضموا لجوه ويسيبوا الاطراف الاتحاد العاصمه يعمل منها اوفرات للصبح. نسكت؟ طبعا لا، نديهم فاولات من كل حته في الملعب يمكن واحده تصيب، وهو بالظبط اللي حصل. كره ثابته والله العظيم ثابته ومحدش ماسك حد، تترفع على البعيده وتترد وتتحط، ودفاع الزمالك في منتهى الطيبه والتسامح. ايه ده؟ بجد حد عنده تفسير للمنظر ده؟ حد من الشباب عنده تفسير؟ كلهم على الخط ليه؟ وسايبين كل المهاجمين ليه؟ ومتوقعين ايه اللي هيحصل؟ هل ممكن الكرة تتبخر وتتلاشى تلقائيا؟ وهل حد كان عنده شك في ان اتحاد العاصمة بيسجل في الغالب من كرات ثابتة؟ عم الحاج عندك شك؟ الاخت اللي كان هناك دي كان عندك شك؟ كابتن كان عندك شك؟ اللعيبة كلهم هل حضروا مباراة الذهاب وشافوا الجون اللي دخل في الزمالك؟ طيب هل شافوا الجون الاول للاتحاد في اهلي طرابلس في المباراة الاولى؟ اكيد شافوا. طب وبعد ما شافوا عملوا ايه؟ ولا الهوا، جون بيندرج تحت بند الاهمال الجسيم. شوط تاني بعنوان والله ما انا داخله، كميه فرص ضايعه للزمالك في الشوط التاني لو جات له طول مبارياته في البطوله وسجلهم كلهم يوصل نهائي البطوله الجايه مرتاح. فرص ضايعه يمين وشمال وفوق وتحت، تخللهم فرص مفزعه من دفاع الزمالك على الشناوي. مفيش اسوأ من كده تمركز دفاعي وقلش وقله ضغط وسرحان. مباراه كان ممكن تنتهي بفوز الزمالك او التعادل على الاقل، وفي نفس الوقت كان ممكن تنتهي بهزيمه كارثيه. وفي وسط ما هي حالفه انها مش داخله، كان المتوقع واللي حصل بالفعل انك تلبس التاني من غير اي مفاجاه، عادي جدا ولا اي اندهاشه. هزيمه يتحملها كل اللعيبه واولهم طارق حامد اللي لبس انذار ملوش اي محل من الاعراب في الشوط الاول، وكملوا بالتاني في تدخل ولا اسوأ في الشوط التاني عشان يجبر ايناسيو يلعب 3-2-2-2 باقي الماتش. ومن الجدير بالذكر ان الزمالك بدأ المباراه اصلا ناقص 3 لعيبه وش، ده غير كام واحد غيرهم كان بيشاور عقله. عموما وبشكل عام الزمالك لعب افضل مما كنت اتوقع رغم الهزيمه، وبشكل خاص مش هكون متفاجئ لا انا ولا انتم بالخروج من دور ال16، غير كده ممكن اتفاجئ. ويلا بينا نعمل اللي متعودين عليه، ورقه وقلم يا ابني، ويلا نحسب مين هيكسب مين وفين وازاي، وننتظر مفاجاه غالبا مش هتحصل بمستوانا الموسم ده. مات الكلام.